سليمان وصلاح بدل من عبد الله السعيد. الهدف الاول عماد متعب اهو، ده انفراد وحصري وخاص للملاعب اليوم وقناه الحياه. اول مره هتشوفوا الهدف ده عبر شاشه اي تلفزيون، عبر شاشه الحياه. الاستاف بتاعنا كله موجود هناك، والزميل مهيب عبد الهادي موجود هناك في رواندا، والحقيقه مصورين جزء كبير جدا من الماتش، وده احتفالات جمهور النادي الاهلي. والماتش النهارده ما اتذاعش على اي قناه مصريه، مفيش غير قناه روانديه هي اللي ذاعته. هيكون معانا تفاصيل الماتش وكواليس واستعدادات ما قبل المباراه وافطار النهارده لعيبه النادي الاهلي، وهيكون معانا من الفندق مباشره احتفالات لعيبه النادي الاهلي. بعد دقائق ان شاء الله هيكون معانا الزميل مهيب عبد الهادي من فندق اقامه النادي الاهلي، ولقاءات ما بعد المباراه واحتفالات لاعبي النادي الاهلي. عماد متعب بيحتفل بالهدف الاول اهو مع حسام غالي اللي النهارده تألق بشكل كبير جدا، وشريف اكرامي اللي دافع عن مرماه بشكل كبير جدا. يعني كل المواقع النهارده اهو من اوله حسام غالي اهو، عماد متعب اهو، حسام غالي، عبد الله السعيد، عماد متعب، وليد سليمان، تريزيجيه براسه، وليد سليمان راح، وليد سليمان هوبا في الجول. تمام زي ما انتم شايفين اهو، قلت لكم على طريقه التيكي تاك، يعني زي ما انتم شايفين لمسه ولعبه. وليد سليمان اهو مع تريزيجيه مع حسام غالي من الناحيه الشمال. ولكن النادي الاهلي النهارده كل الناس كانت قلقانه، كل الناس قلقانه من الاداء، كل الناس قلقانه ما فيش دوري، فريق برضه صعب، فريق تقيل، فريق لسه عامل هزيمه كبيره. ولكن انا عايز اقول لكم حاجه، ان ريان سبورت هو النادي ذات الشعبيه في رواندا وليس الجيش الرواندي. ولكن اخر لقاءاته الجيش الرواندي كسبان 4-0، يعني مأدي بشكل طيب. بصوا الشباب اهو، يعني الحقيقه رغم عدد قليل جدا مولع المدرج، ملوش علاقه، بيشجع في 20,000 15,000 30,000 في الاستاد.